ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد، الجزء الثالث والاخير من الميثولوجيا النوردية. في الجزء اللي فات اتكلمنا عن قصة حرب الايسير والفانير وجزء من قصة اطفال لوكي. في الجزء ده هنتكلم عن موت وجنازة بالدر ورحلة هيرمور هيلهايم ومحاكمة لوكي وعقاب لوكي وتكملة أطفال لوكي وراجناروك. في فصول منهم فصول قصيرة مش هتاخد معانا وقت كتير قوي في الحكي، وفي فصول طويلة زي فصل كده موت بالدر. تمام، فخلونا منطولش كتير قوي في الكلام نخش الفيديو على طول. قصة موت بالدر واحدة من أهم قصص الميثولوجيا النوردية علشان أسباب كتير، وأهمهم إن البطل التاني في القصة دي هو لوكي، والسبب التاني هو إن القصة دي نبوءة إيه؟ نبوءة بداية حرب نهاية العالم أو راجناروك. بس في الأول خليني أحكي لك مين هو بالدر أساسا وليه موته هيأثر قوي في الميثولوجيا النوردية. بالدر يبقى ابن أودن وفريج. بالدر كان بيمثل الخير والنقاء والحب، واتوصف في قصيدة جلفاجينيج إنه كان مصدر النور والضوء في الميثولوجيا النوردية كلها. ده غير طبعا إنه كان أوسم وأجمل شخص في الميثولوجيا كلها. كان بيعيش في قصر اسمه بريدا بليك، واللي كان معروف إنه قصر الحقايق والنقاء. كان بيعيش فيه بالدر هو ومراته نانا، وكان معروف عنه انه حكيم وعادل ومحبوب من كل شخصيات الميثولوجيا تقريبا. بس الحياة الحلوة دي بيجي وقت وبتتشقلب لما بيبدأ يحلم أحلام غريبة وبتتكرر كتير. شخصيات مظلمة وألم وموت بيبدأوا يجوا لبالدر في الأحلام دي، وبيبدأوا برضو يحاولوا يطفوا نوره لأنه كان مضيء وجميل جدا. بالدر بسبب الأحلام دي ما كانش بيقدر يكمل نومه بشكل طبيعي، وصوت صريخه كان بيصحي أي حد معاه في القصر. لما الكائنات سمعت بأحلام بالدر دي بدأوا يجتمعوا ويناقشوا الموضوع ده. تقول لي مين هم الكائنات؟ هقولك هم اللي يعتبروا الفئة العليا من الأيسير، اللي منهم أودن وثور، الآلهة بتوع الميثولوجيا يعني. وخليني أقول لك إن الأحلام في الميثولوجيا دي عبارة عن نبوءة ولازم بتتحقق. فضلوا يتناقشوا، وكان من وجهة نظرهم ان بالدر هو اقل واحد يستحق الموت اصلا، فليه بيحصل معاه كل ده؟ وقعدوا يحاولوا يعرفوا مين هم الشخصيات المظلمة اللي جايين عشان يطفوا نور بالدر. بيظهر اودن وبيقرر انه هيروح للعالم السفلي اللي هو هيلهايم علشان يعرف تفسير الاحلام اللي بتيجي لبالدر. وعايزك بقى تسمع معايا ازاي الجزء ده اتوصف. اودن أول فاذر يخرج من المجلس ويركب حصانه ذو الثمان أرجل والذي يسمى سلبنير، ويمشي به فوق جسر قوس قزح، والذي كان يهتز من سرعة سلبنير، ويأخذ مسار طويل جدا من ميدجارد إلى نيفلهايم إلى أن وصل إلى مدخل العالم السفلي هيلهايم. من كتر ما اودن كان سريع ما حسش إن في اختلافات حصلت في هيلهايم. هيلهايم كان مكان كئيب ومظلم، وفجأة كده بقى فيه احتفالات ونور وناس فرحانة. اودن ما لاحظش كل ده غير لما وصل عند قاعة هيل. بدأ يلاحظ عدد كبير من الناس هناك، وإن في احتفالات وشرب، لأن في حدث كبير هيحصل. عايز أقول لك إن أودن أصلا ما كانش رايح بهيئة أودن، كان رايح يتنكر عشان محدش يعرفه هناك، وبرضه عشان كان رايح يقابل هناك عرافة جنب قاعة هيل. العرافة دي كان معروف عنها معرفتها الكبيرة بالعالم السفلي ونبوءات الموت. اودن بدأ يتكلم معاها وبدأ بسؤال. قال لها انا جاي عشان اعرف منك ايه اخبار هيلهايم وايه سبب الاحتفالات دي كلها. واكيد مش محتاج اقول لك ان هو ما قالهاش ان هو اودن يعني. المهم العرافة بتفاجئ اودن وتقول له ان الاحتفالات دي كلها علشان بالدر ابن اودن جاي قريب. اودن بيتضايق جدا وبيسأل العرافة مين هيقتل بالدر. تقول له ان اللي هيقتله هو هور او هود، هو ليه نطقين للاسم. اودن بيتعصب جدا ساعتها عشان هور يبقى ابنه برضه، فبيسألها سؤال تاني ويقول لها طب مين هو اللي هينتقم من هور؟ ترد عليه وتقول له ابن اودن اللي اسمه فالي، واللي لسه هيتولد وهو اللي هياخد حق اخوه بالدر. وبتكمل كلامها وبتقول له اودن ان هو هياخد حق اخوه وهو لسه ما تمش يوم واحد. اودن سألها سؤال اخير وهو باين على وشه بقى ملامح الغضب، وقال لها هو في حد تاني هيبقى ليه علاقه بموت بالدر؟ هنا العرافه عرفت ان اللي بيتكلموا مش مجرد عابر سبيل وخلاص، فقررت تلعب معاه لعبه اخيره كده، وقالت له انا عارفه انك اودن، وبرضه عارفه مين تاني هيبقى ليه داخل في موت بالدر، بس انا مش هقول لك.
اودن طبعا بقى اتعصب جدا وبدأ يرسل لها جيوش من حرف واحد، والحرف ده طبعا هو حرف اله، ما تروحش بعيد قوي يعني. ومع الجيوش اللي بترسل من الحرف ده كان برضو معاها صواعق كتير قوي من الشتايم، وفي الاخر العرافة بتختفي. بييأس اودن وبيركب سليبنير وهو في اتعس واحزن لحظات حياته تقريبا. بعد رجوع اودن من هيلهايم بيبدأ يجتمع هو والكائنات التانية عشان يلاقوا حل يمنعوا بيه موت بالدر. وقعدوا يفكروا في طرق الموت واي حاجة من الارض او البحر او السماء اللي ممكن تسبب في الموت. وفريج واللي هي تبقى ام بالدر بدأت تسافر في العوالم التسعة كلها، وخلت كل حاجة في العوالم التسعة تقسم انها مش هتأذي او هتموت ابنها بالدر. وبعدها اجتمعوا الكائنات تاني علشان فريج تقول لهم اللي هي عملته، وان المفروض دلوقتي مفيش اي حاجة تقدر تأذي بالدر. بيقرروا يختبروا الكلام ده بانهم يرموا حجارة على بالدر. بعد ما بيرموها كلها بالدر بيقول لهم انا ما حسيتش بحاجة. بيبدأوا يحاولوا بطرق مختلفة بس برضه الإجابة بتكون واحدة، وبالدر بيقول لهم إنه محسش بولا حاجة خالص. الموضوع بيقلب معاهم بحاجة شبه المسابقة، بقوا يجيبوا سيوف وأسهم وأسلحة كتير ويقعدوا يجربوها على بالدر، وبرضه يقول لهم إنه محسش بولا حاجة. كل الناس كانوا مبسوطين بده وشايفينها إنها لعبة، ما عدا شخص واحد بس هو اللي كان واقف يراقب اللي بيحصل من بعيد، وكله حقد إن بالدر بقى مظنش اني محتاج اقول مين هو الشخص ده، يعني المفروض تكونوا فهمتوا من الكولر سكيم اللي انا عامله، بس هقوله للناس اللي معرفتش. والشخص ده هو لوكي. يوم بعد يوم لوكي عمال يراقب بالدر، والحقد جواه عمال يكبر حبة حبة. فبتجيله فكرة انه يتحول لواحدة ست عجوزة ويروح لفريج القصر. يقولها انه في طريقه وهو جاي لهنا سمع صوت عالي قوي، وكان في ناس عمالين يضربوا في شخص واحد بكل انواع الاسلحة الموجودة. الراجل ده كان شكله فقير بس وشه كان ابيض ووسيم. ويقول لها انا اول مرة اعرف ان في ظلم كده في اسجارد، موطن الاسير العادل. انت لازم تلحقي الشخص ده قبل ما يموت، ده لو ما كانش مات فعلا. فريج بتبتسم للست الكبيرة واللي هي لوكي وتقول لها ان ده مش ضرب، وان دي حاجة شبه لعبة كده او مسابقة، وان اللي بيتضرب ده اصلا ابنها بالدر، وان مستحيل يحصل له اي اذى نهائي. لوكي بيسألها باستغراب ايه نوع السحر اللي ابنك متحصن بيه؟ تقول فريج بتقول لها هو مش سحر قوي، انا بس خليت كل حاجة في العوالم التسعة تقسم انها ما تأذيهوش. لو سألتني ايه المغزى من اللي لوكي بيعمله اصلا هقولك ان هو بيحاول يدور على اي نقطة ضعف البالدر. فريج ولوكي بيتكلموا كلام، ولوكي بيسألها هل فعلا كل حاجة أقسمت؟ ردت عليه فريج وقالت له كل حاجة باستثناء نبتة واحدة صغيرة موجودة في غرب فالهالا، والنبتة دي اسمها ميسلتو. كملت كلامها وقالت إن النبتة دي أصلا صعب إنها تأذي بالدر، فما كانش في داعي إن تخليها تقسم. هنا لوكي بيقرر إنه يسافر لفالهالا عشان يدور على نبتة الميسلتو دي. لوكي قعد يدور في المية وفي الأرض وفي السماء وما لقاش النبتة دي خالص، لكن لقاها على جذع شجرة بلوط. وفي تفسير هو ليه لقاها على جذع شجرة. نبتة الميسلتو هي نبتة طفيلية ولازم تكون مربوطة بحاجة علشان تتغذى عليها، وهي ما ينفعش تكون ولا في الأرض ولا في المية، ومعظم الوقت بتكون على الأشجار. لوكي بدأ يجمع النبتة دي لحد لما عمل فرع طويل منها، وبعد كده بدأ يشكله شكل حاد وأخده ورجع على أسجارد. الناس في أسجارد كانوا لسه فرحانين باللعبة الجديدة بتاعتهم، ولو انتوا نسيت اللعبة دي فهي انهم بيحاولوا يأذوا بالدر. لوكي بيوصل وبيكون فرحان ومبتسم، وابتسامته بتكبر اكتر لما بيلاقي ان فريج كمان انضمت ليهم. وعلى الناحية التانية كان واقف هود اخو بالدر الاعمى، وكان واقف مش بيعمل اي حاجة خالص. فلوكي بيروح له بيخبطه خبطة خفيفة كده، فهود بيقول له انت اكيد لوكي. فلوكي بيرد عليه ويقول له اكيد انا، مفيش حد غير بيعمل الحركات دي. ويكمل كلامه ويقول له انت ليه واقف لوحدك كده، ما تروح ترمي سهام على بالدر. فبيرد عليه هود وبيقول له انه مش هيعرف يعمل كده عشان اول حاجه هو مش عارف فين مكان بالدر، والتاني حاجه هو اصلا معهوش سلاح. لوكي هنا بيعمل ابرع حاجه هو بيعرف يعملها، وهي اللعبه على العامل النفسي. قول للهود هم ليه بيتجاهلوك مع انك اخوه والمفروض تلعب زيك زيهم عادي. وبيروح حاطيله الغصن اللي من نبته الميسلتو ويقول له انا هوجهك ناحيه بالدر وانت هيضرب عليه.
وود بيقتنع بكلام لوكي وبياخد منه الغصن، وبيخلي لوكي يوجهه ناحية بالدر وبيرمي عليه الغصن، وساعتها بيحصل صمت تام والكل مش عارف يستوعب ايه اللي لسه حاصل. بالدر قدامهم في غصن من نبتة محدش عارف هي ايه غير فريج مخترق جسمه ومرمي على الارض وميت. كله كان واقف في صمت وذهول. اجمل وانقى واحد فيهم مرمي على الارض ميت قدامهم. كلهم بدأوا يبصوا لبعض، وبعد لحظات النظر كله راح ناحية لوكي وهود. كل اللي موجودين كانوا شبه متأكدين ان لوكي وهود هم اللي عملوا كده، بس في نفس الوقت ما كانوش يقدروا يهاجموهم عشان هم ساعتها كانوا في مكان اسمه جلاتسهايم في اسجارد، وده كان مكان مقدس ممنوع فيه القتل والحرب نهائي. هود ما كانش شايف نظرة الناس ليه عاملة ازاي، انما لوكي كان شايفها وما قدرش يستحمل وهرب من جلاتسهايم. ومرة واحدة الصمت بيتكسر بصوت عياط واحدة كانت واقفة في حاجة الناس اللي كانوا بيلعبوا، ولما هي بدأت تعيط كل اللي موجودين كلهم بدأوا يعيطوا. اودن كان وسط الناس، وهو كان اكتر واحد متضرر من اللي لسه حاصل، علشان كان عارف ان اللي لسه حاصل ده هو مجرد بداية لأحداث صعبة وحزن وموت على الكل. غير كده فبالدر كان هو الابن المفضل لأودن. الصمت كان لسه مكمل مصحوب بالعياط، واللي بيكسر الصمت ده هي فريج، وقالت هل في حد عنده الشجاعة الكافية انه يروح هيلهايم عند هيل ويعرض عليها فدية بمقابل انها ترجع بالدر لأسجارد؟ ما بين كل اللي كانوا موجودين بيظهر هيرمور ابن اودن، واللي كان معروف عنه الشجاعة، وبيرفع ايده وبيقول انا هروح اتكلم مع هيل. اودن بيأمر الجنود انهم يجيبوا حصانه الشخصي سليبنير وبيسلموه لهيرمور، وبيبدأ هيرمور رحلته لهيلهايم. في يوم كان تعيس على كل الناس وما كانش فيه غير كام حاجة بس هي اللي شغلة دماغهم، وهم واحد ايه هي فرصة هيرمور انه يرجع بالدر للحياة، واتنين ازاي هينتقموا من اخو بالدر اللي هو هور، وتلاتة ازاي هيعاقبوا لوكي على اللي عمله. لو وصلت في الفيديو لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعملي فولو على كل منصات السوشيال ميديا بتاعتي، هتلاقيها في الديسكريبشن هتظهر لك على الشاشة دلوقتي، وانزل في الكومنتات تحت اقترح عليا فيديوهات انت عايز تشوفها مني. تمام، وخلينا نخش الفصل اللي بعده وهو جنازة بالدر. تاني يوم الكائنات بيشيلوا بالدر ويمشوا بيه وسط حشد ضخم جدا لحد لما يوصلوا سفينة بالدر واللي كان اسمها رينج هورني، واللي كان برضو بيتقال عليها انها اعظم سفينة في اسجارد. كانت من كتر حزنها على بالدر ما كانوش قادرين يحركوا السفينة ويدخلوها المية، وهنا بيطلبوا مساعدة من هيروكين، واللي كانت واحدة من العمالقة اللي كان موطنهم الأساسي يوتنهايم. لما هيروكين وصلت أسجارد بدأت تشد المركب بقوة رهيبة لدرجة إن خشب المركب كان قرب يتكسر في إيديها. الحوار ده ضايق ثور جدا، وكان خلاص قرب إنه يبدأ معاها معركة، لكن اودن بيوقفه وبيقول له ان انا اللي طلبتها تيجي. بعد لما هيروكين دخلت السفينه الميه يبداوا الكائنات يشيلوا جسم بالدر ويحطوه في الميه، ونانا مرات بالدر كانت واقفه بتراقب الاحداث دي، ومن كتر حزنها على موت جوزها بتموت هي كمان في نفس اللحظة، وراحوا نقلنا هي كمان مع بالدر على رينج هورني. كل شخصيات الميثولوجيا النوردية كانوا بيحضروا اللي بيحصل ده، كلهم كانوا موجودين عشان يشوفوا جثة بالدر وهي بتتحرق. كانت بدأت تحرك المركب، كان في الخلفية صوت شبه صوت عياط العصافير كده وموجة غضب من البحر. تحس ان العالم كله كان حزين على موت بالدر. بدأوا يبنوا المحرقة حوالين جسم بالدر ونانا، وبعدين بدأوا يحطوا فيها كل الكنوز والسيوف والأسهم في رينج هورني عشان تبقى مع بالدر في هيلهايم. في الوقت ده كان واقف على الشط بيتفرج على كل اللي بيحصل ده هو ليتفيتي، واللي يكون حصان بالدر. هو كمان كان حزين على موت سيده، والدموع كانت عمالة تنزل من عينه، ويموت هو كمان في ساعتها. ياخدوه الكائنات ويحطوه
بيعدوا على رينج هوردني مع بالدر ونانا. اودن بيبدأ يمشي في المية ويطلع على السفينة ويقف جنب جثة بالدر، وفضل واقف فترة طويلة مش بيعمل حاجة غير انه بيبص على جثة ابنه. بعدها بيخلع الخاتم بتاعه واللي اسمه دروبنير، يحطه في ايد بالدر ويوطي ويهمس بكلام في ودانه. بعد كده ينزل من على رينج هوردني ويدي الإشارة عشان يبدأوا حرق السفينة. ثور بيرفع المطرقة بتاعته وبيبدأ يقول كلام تقديس للمراسم دي، وتبدأ السفينة المحروقة تتحرك في المية واحدة واحدة لحد لما في الآخر بتكون رماد. وعلى الشط كانت لسه حالة الحزن كبيرة. ودي نهاية شابتر جنازة بالدر. الشابتر اللي بعده واللي هو رحلة هيرمور إلى هيلهايم. هيرمور بيوصل لهيلهايم بعد رحلة سفر بتدوم ل9 ليالي. أول لما بيوصل بتوقفه واحدة اسمها مودجود واللي كانت الحارسة بتاعت جسر هيلهايم. وقفته وقالت له أنت مين واسمك ايه ومين عيلتك، وكمان قالت له ان اللي بيعدي من هنا الميتين بس، انما انت شكلك لسه حي. هيرمور رد عليه وقال لها انا هيرمور ابن اودن حاكم اسجارد، ولازم اروح هيلهايم علشان اخويا بالدر جوه. وسألها سؤال، قال لها هل انت شفتيه هو وجاي هنا؟ ردت عليه مودجود وقالت له هو فعلا جه ويمكن يكون عدى النهر كمان، لكن الطريق لهيلهايم طويل وغالبا هو لسه ما وصلش. هيرمور بيشكر مودجود وبيركب على حصانه ويكمل طريقه لهيلهايم. وصل هيرمور لأسوار عالية جدا وبوابة ضخمة اللي عملتها قدام القاعة بتاعتها واللي كان اسمها اليوثنير. وقف سليبنير ونزل من عليه هيرمور وبدأ يبص حواليه، لقى ان كل الابواب مقفولة وما ينفعش يعدي منها غير الاشخاص الميتين بس. بيرجع هيرمور يركب سليبنير تاني ويبدأ سليبنير يجري بسرعة عالية جدا وينط من فوق الاسوار دي. اول لما بيدخلوا بيلاقوا وشوش ناس ميتة، وشوش لونها اخضر والجلد اللي عليها تعفن خلاص ونسبة العظم من الجلد اكتر، وشوش على ملامحها الكآبة والحزن. كلهم بيبصوا ناحية شخص واحد والشخص ده هو هيرمور. شكله مش زيهم، باين انه فعلا مش ميت. هيرمور ما كانش مركز مع الناس دي كلها، بس كان نظره على شخص واحد بس، شخص قاعد على كرسي عالي شكله جميل جدا، والشخص ده كان هو اخوه بالدر. هيرمور فضل قاعد مستني هيل توصل. ويخلينا اوصف لك شكل هيل تاني. النص اللي فوق شكلها زي اي واحدة عادية، انما النص اللي تحت رجليها كانت شبه متعفنة ومتحللة وعلى وشها على طول ملامح كئيبة. لما وصلت هيل بيبدأ يروح لها هيرمور ويقول لها ان كل الكائنات حزينة على موت بالدر. هيرمور وهو بيكلمها كان بينقي كلامه كويس قوي علشان ما يقولش حاجة تضايقها، وقفل كلامه بسؤال هل ممكن بالدر يرجع معايا اسجارد؟ هيل سكتت حبة وكان باين على وشها انها بتفكر. بعدها قالت له انا مش متأكدة ان بالدر محبوب بالشكل اللي انت بتوصفه ده. وسكتت تاني كأنها كانت مستنية هيرمور يقول لها حاجة لكن ما قالش. فبتكمل كلامها وتقول له طيب لو فعلا بالدر محبوب بالطريقة اللي انت بتقولها دي، فانا عايزاك تخلي كل حاجة في العوالم التسعة تبكي عليه، ساعتها انا هخليه يرجع تاني لاسجارد. كلمت كلامها بيه بس خلي بالك لو في حاجة واحدة بس ما عيطتش على بالدر هيفضل قاعد في الهاي. يبدأ هيرمور يمشي ببطء ناحية بالدر، ولما يقرب يوصل له بالدر ومراته نانا بيقوموا يقفوا لهيرمور، وبيخلع بالدر الخاتم اللي اودن كان عطاهوله لما مات وبيديه تاني لهيرمور، وبيقول له ادي الخاتم ده لاودن كذكرى. ونانا بتجيب قطعة من الكتاب وهدايا تانية برضو بتديها لهيرمور وبتقول له انت زوي كمان لفريش. هيرمور بياخد الحاجات دي كلها وبيبدأ يركب تاني على سليبنير ويرجع اسجارد. لما وصل جلادسهيم قال لهم على كل اللي هيل قالته له. بيبدأ الايسير يبعتوا رسل لكل مكان ولكل حاجة في العوالم التسعة، والرسل دول ما همش غير رسالة واحدة وهي ابكوا على بالدر. زي ما كل حاجة اقسمت انها مش هتأذي بالدر، برضو كل حاجة عيطت على بالدر. كان في اعتقاد الايسير ان كل حاجة فعلا عيطت على بالدر، لكن الحوار مش بيمشي بالساهل زي ما هم فاكرين. لقوا عملاقة قاعدة في كهف، فبيروح لها واحد من الرسل ويسألها اسمك ايه؟ ترد عليه وتقول له اسمي ثوك. بيبدأ الرسول ده يشرح لها الموقف اللي هم فيه وانهم ازاي عايزين كل حاجة تعيط علشان يقدروا يرجعوا بالدر تاني. تبدأ ثوك تبص للرسول ده بغضب جدا وتقول له انا مش مهتمة ان ابن الراجل العجوز ده يكون حي او ميت، هو كده كده مش هيفيدني في حاجة، فخلي عند هيل احسن. الرسل بيفضلوا يترجوها كتير بس برضه مش بتغير رأيها. الرسل في الاخر بييأسوا وبيرجعوا على اسجارد ويبدأوا يحكوا بقى للايسير على اللي لسه حاصل لهم. الايسير بدأوا يحسوا بالضعف كأنه
ان قوتهم اتاخدت منهم. بس اللي ما كانوش يعرفوه ان العملاقة ثور دي اصلا تبقى لوكي. لو وصلت للنقطة دي والفيديو عجبك لحد دلوقتي فلو ما عملتش لايك يا ريت تعمل، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. وخلينا نخش في الشابتر اللي بعده، الشابتر السادس تقريبا، وهو عقاب لوكي. لوكي كان عارف ان ايامه في اسجارد كده خلصت، كان عارف ان مسير الحزن على بالدر يخلص، وبعد لما يخلص كل الغضب هيتوجه ناحيته هو وهيكونوا عايزين ينتقموا منه هو. بس لوكي بيبدأ يهرب من اسجارد ويروح لمكان مهجور في ميدجارد. كان مكان في الجبال كده، وكان فوق وادي منحدر جدا. لقى هناك مكان مجوف قريب من شلالات فرانان، بنى لنفسه بيت هناك. بس من كتر خوف لوكي بنى البيت ب4 بيبان عشان يقدر يراقب المكان من كل الاتجاهات. بس برضه كان لوكي لسه خايف، وكان مع كل صوت رياح او صوت طيور يحس ان الايسير خلاص وصلوا له. لوكي كان عارف ان برضه مهما طال الوقت هيجي اليوم والايسير هيمسكوه فيه. وفي يوم كان قاعد بيعمل شبكة من الكتان، والشبكة دي كانت محكمة جدا عشان يعرف يصطاد بيها. بس فجأة بيسمع اصوات في الوادي، ولما بيبص بيلاقي ان هم مجموعة كيانات داخلة عليه. رمى لوكي الشبكة دي في النار وتحول لسمكة سلمون ونط في المية. اول واحد من الكيانات دي كان هو كافازير، واللي كنا برضه اتكلمنا عنه في الجزء اللي فات شابتر حرب الايسير والفانير. هتلاقوا الفيديو طالع لكم في الاي اللي هنا او اللي هنا، واللينك تحت هحطه برضه في الديسكربشن. لما كافازير دخل البيت قعد يفتش في كل حاجه موجوده، مفيش حاجه لفتت انتباهه غير النار اللي لسه مطفيه. ولما دقق فيها قال يلا عشان هنصطاد. الكائنات فضلوا قاعدين في بيت لوكي لحد بالليل، وكانوا قاعدين بيعملوا شبكه حجمها كبير وفتحاتها صغيره زي اللي لوكي كان عاملها بالظبط، وبدأوا عملية الصيد في الفجر. ثور أخد طرف الشبكة وبقية الكائنات أخدوا الطرف التاني ورموا الشبكة في البحر. بس معرفوش يمسكوا لوكي عشان ساعتها كان لقى مكان آمن ليه ما بين صخرتين يستخبى فيه، ويادوبك الشبكة كانت بتلمس ظهره. لما رفعوا الشبكة وملقوش حاجة بدأ يحطوا فيها صخور عشان هما كانوا حاسين إن في كائن حي تحت. وإيه لازمة الصخور دي؟ لازمة الصخور إن هي هتمنع لوكي من إن هو يوصل للقاع وما يبقاش قدامه غير حل من الاتنين، يا إما ينط من فوق الشبكة يا يعوم مع طيارة نهر. لوكي الأول بيختار القرار التاني وهو إنه يعوم مع طيارة نهر، لكن اللي ما كانش يعرفه إن هم فعلا عايزين هو يعمل كده، وراحوا مقللين منسوب المية جدا. فبيقرر لوكي ساعتها إن هو ينط من فوق الشبكة. في اللحظة دي ثور كان مستعد له، وأول لما نط راح جاي ماسكه بإيده وقبض عليه. الطريقة اللي انتقم بيها الأيسير من لوكي ما كانتش بإنهم يقتلوه، لأ، عقابهم كان أشد من كده، وكان عقاب أبدي. سجنوا لوكي في كهف كئيب وكان كله خفافيش، وكان مربوط في الكهف ده بأحشاء ابنه نارفي. الأحشاء كانت كأنها سلاسل صلبة جدا، وربطوا بيها لوكي على تل صخور، وكان فوق راسه تعبان اسكادي، وسم التعبان ده نقط على وش لوكي. مش تقولك ان مرات لوكي تيجن كانت برضو معاه في الكهف ده، وكانوا معاقبينها هي كمان. كان معاها حاجة زي طبق كده بتعبي فيه سم التعبان عشان ما ينزلش على وش لوكي، وبتروح تفضيه. في الوقت اللي كانت بتفضي فيه السم ده كان التعبان بينقط السم على وش لوكي. وهنا نقول ان عذاب لوكي الابدي بدأ خلاص. صريخ لوكي كان ممكن يهز العالم كله، وهيفضل هو في العذاب ده لحد معركة نهاية العالم او راجناروك. خش على الشابتر السابع او السادس مش فاكر بصراحة، ما بقتش عد، بس غالبا السابع ايوه، وهو تكملة اطفال لوكي. الغضب اللي هيصير ما كانش على لوكي بس، لا ده كان على مراته وعياله كمان، كانوا عايزين ينتقموا منهم زي ما انتقموا من لوكي بالظبط. عرفنا انهم حبسوا تيجن مع لوكي عشان تفضي السم بتاع الثعبان سكادي. انما اللي حصل بقى لولاد لوكي ده اللي هحكيه لكم دلوقتي. فالي بيتحول لذئب بشكل لا ارادي وما كانش بيقدر يسيطر على نفسه. لايسير بيستغلوا الحوار ده ويخلوه يقتل اخوه نارفي ويمزق جسمه كله. بعد لما عمل كده اخدوا احشاء نارفي وربطوا بيها لوكي زي ما قلت لكم. الانتقام ده بالنسبه للايسير كان عادل، زي ما لوكي قتل ابن اودن هما كمان قتلوا ابن لوكي، وكده يبقوا خلصوا على عيال لوكي الاتنين نارفي وفالي. ما يكونش فاضل غير واحد واللي هو سليبنير، واللي يكون برضه حصان اودن. فده حياته كانت مستقره نوعا ما. لوكي كان بيلعب دور ام سليبنير مش ابوه، وقصه سليبنير دي هتلاقيها في شورت نزل على القناه، هيبقى برضه هيظهر لك في الاي هنا او هنا، وهتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. وسليبنير يعتبر اكبر اخواته عشان ده كان اتولد اصلا في العصور الاولى خالص من الميثولوجيا. سليبنير بيتعامل معامله خاصه عن بقيه اطفال لوكي.
صدقني قصص معاملة الأيسير لأطفال لوكي بتبين الجانب السوداوي من الميثولوجيا دي، والفصل الذي طال انتظاره من أول جزء للميثولوجيا خالص، واللي احنا بنبني عشان نوصل له أصلا، وهو راجناروك. بص عشان أعرفكم حاجة في الأول، هي راجناروك هي النهاية ومش النهاية في نفس الوقت، او بطريقه تانية هي كانت النهايه لحد وقت معين وما بقتش النهايه. وطبعا انتوا مش فاهمين اي حاجه من اللي انا بقولها دي، فخليني احكي لكم القصه عشان تفهموا انا اقصد ايه. الحكايه معانا بتبدا من ميدجارد او عالم البشر هناك كانوا بيعانوا من حاجه زي موجه شتويه قاسيه جدا، بس بسبب الطبيعه اللي كانوا عايشين فيها فهم كانوا عارفين ان ده بيحصل، فبيبداوا يخزنوا اكل من الصيف عشان يكفيهم طول الشتاء وما يموتوش من الجوع. وفعلا الخزين ده فضل معيشهم لحد الوقت اللي المفروض الصيف يجي فيه، لكن الصيف مجاش وفضل الجو شتاء لمدة 3 فصول كمان. كانوا ال3 فصول عبارة عن شتاء بس. الشتاء ده ما كانش طبيعي، ده كان أقصى انخفاض في درجات الحرارة يمكن البشر كانوا شافوه في حياتهم كلها. ده غير طبعا الهواء اللي كان جامد جدا. المخزون اللي البشر كانوا مخزنينه خلص طبعا، وهنا كل حاجة اتغيرت. حصلت مجاعة كبيرة جدا، وبسبب المجاعة دي تقريبا كل الأخلاق الإنسانية والأخلاقية شبه اتمسحت من عندهم. بقى في حروب بتحصل بسبب قلة الأكل، وقلة الأكل برضو وصلت إن الآباء ممكن ياكلوا الأبناء، والأبناء ممكن ياكلوا الآباء، ممكن الواحدة تسيب جوزها علشان تروح لواحد تاني عنده أكل. والفترة دي اتسمت بفيمبول فيتر، واللي برضو معناها الشتاء العظيم. الفترة بتنتهي بالذئبين سكول وهاتي، واللي بعد سنين كتير من الجري ورا الشمس والقمر بيقدروا يبلعوهم. ومع الساعة اللي أصلا العالم كان بيعيش فيها فكمان هيعيشوا في ضلمة. وخد الأكتر بقى كمان، الزلازل تبدأ تضرب في ميدجارد، والجبال تنهار بسبب الاضطرابات اللي بتحصل في الأرض، والقيود اللي كان مربوط بيها الذئب فنرير ابن لوكي تتكسر. المهم ان ما كانش فيه في عين فنرير غير حاجة واحدة بس، وهي الانتقام من الأيسير. ومش قيود فنرير بس اللي اتكسرت، وقيود لوكي كمان. لوكي بيبدأ يروح لهيلهايم عشان يجتمع مع بنته هيل هي وجيشها من الأموات، وجورمانجاندر يبدأ يتسبب في تسونامي كبيرة جدا، وبعديها بيروح يجتمع مع أخوه فنرير ويبدأوا يشقوا طريقهم. وهما ماشيين في السكة جورمانجاندر كان عمال يبخ سمه في العالم كله، لدرجة ان السماء والارض كلها بقت متسممة. على الناحية التانية لوكي وهيل بيركبوا سفينة نيجل فور، ودي كانت سفينة معمولة من ضوافر الناس الميتة، وبيروحوا بيها لحد فيجرث واللي هي كانت ساحة المعركة. في موسبلايم واللي هي كانت ارض العمالقة النارية بيبدأ يخرج منها اعداد كبيرة جدا، ويكون كلهم متوجهين ناحية اسجارد، وكلهم تحت قيادة العملاق الناري سورتر. سورتر كان معاه سيف ناري أقوى من الشمس. من الناحية التانية بنلاقي هايمدل بيسيب القلعة بتاعته ويمسك القرن العظيم جيالار وبينفخ فيه. صوت القرن بيوصل لكل العوالم التسعة، وكلهم كانوا عارفين ان طالما سمعوا صوت القرن ده معنى كده ان خلاص راجناروك بدأت. تبدأ الكائنات تتجمع، وأودن بيركب على سليبنير ويروح بيه عند ميمير عشان ياخد منه نصيحة. النصيحة اللي قالها ميمير لأودن هي انه يدخل الحرب، مع ان ميمير وأودن كانوا عارفين الحرب دي هتخلص ازاي، عشان زي ما قلت لك في الجزء الاول ان أودن اكتسب مع المعرفة من النورنز، وغير كده شرب من بير المعرفة اللي ميمير قال له عليه. وبرضه أودن حلم، وطبعا زي ما قلت لكم كل الاحلام في الميثولوجيا دي فهي نبوءات. حلم انه بيموت في راجناروك. على الناحية التانية كان في تنين اسمه نيث هوجر، وده كان عمال ياكل في جذور إجدراسيل أو شجرة العوالم التسعة. بيبدأ يحصل فيها هزات جامدة جدا، وبتكون خلاص قربت توصل للدمار، وأوراقها ابتدت تقع. ومن كتر ما حالتها كانت رايحة في داهية كان في 2 من البشر مش عارفين يستخبوا جواها. العالم كله كان بيتهز، وشكل العالم كأن الجحيم طالع من تحت الأرض، وده كان معناه ان كده خلاص راجناروك بدأت. الأيسير بيفتحوا أبواب فالهالا، واللي بيبدأ يخرج منها الانهيرير، واللي كانوا هما المحاربين اللي ماتوا في الحروب وراحوا فالهالا. بيبدأ يخرج 800 شخص من كل بوابة من بوابات فالهالا، واللي كان عددهم 540 بوابة. يعني خرج من فالهالا 432 ألف انهيرير، ويبدأوا يسلحوا أنفسهم ويروحوا لساحة المعركة فيجرث. في المقدمة كان أودن، ولاده
لابس خوذة ذهبية ورافع رمحه جانجنير علشان تبدأ معركة نهاية العالم. حصل دمار شامل في الأرض وكان في معارك كتير جدا. أول لما بيظهر أودن بيبدأ يروح ناحيته فنرير، وجورمنجاندر أول لما بيشوف ثور بيبدأ يروح ناحيته عشان ينتقم من الإهانة اللي ثور عملها فيه زمان. فري بيروح يحارب سورتر، وجارمر على طول بيروح لتير صاحب الدراع الواحد ويبدأوا يحاربوا بعض. لوكي بيقابل عدوه القديم هايمدل. معركة أودن وفنرير كانت صعبة جدا وملحمية جدا برضو، بس بتنتهي بإن فنرير بيبلع أودن. فيدار واللي بقى إله الانتقام وابن أودن كان واقف بيتفرج على المعركة دي. بعد لما شاف أبوه بيتبلع دخل في نوبة غضب شديدة جدا وراح ناطط على فنرير وبدأ يضغط برجليه على فك فنرير اللي تحت وبإيديه بيزق فكه اللي فوق لحد لما بيقسم فك فنرير لجزئين وبيكون هو قتل فنرير. بينتقل بعد كده لمعركة جورمنجاندر وثور واللي بتخلص بموت جورمنجاندر على ايد ثور باستخدام مطرقته ميولنير. جورمنجاندر قبل ما يموت على طول بيبخ سمه المميت جدا على ثور. بعديها ثور بيمشي 9 خطوات بس وبيقع ميت. وبالنسبة لمعركة لوكي وهايمدل هي كانت معركة متكافئة جدا لدرجة ان هما الاتنين بيقتلوا بعض، وده كان عكس خالص معركة سورتر وفري واللي كانت معركة من طرف واحد واللي هو سورتر، عشان فري ساعتها ما كانش معاه السيف بتاعه فسورتر بيقدر يقتله بسهولة جدا. تقول لي فري ليه ما كانش معاه السيف بتاعه؟ هقول لك انه كان عطاه للخادم بتاعه واللي اسمه سكينير مقابل انه يجيب له واحدة هو كان بيحبها. تير صاحب الايد الواحدة كان بيقاتل بشجاعة جدا قصاد جارمر، بس خلاص كان وصل لاقصى قوة ليه وكان قرب يموت، وقبل ما يموت على طول بيغرس سيفه في فك جارمر وبيموتوا هما الاتنين. المعركة بتفضل مكملة بوجود جيوش من الانهينير اللي جايين من فالهالا، وخلاص كانوا قربوا شبه يقتلوا سورتر، وساعتها سورتر بيقرر يستخدم كل قوته قبل ما يموت. كل قوته دي بتطلع نار بتبلع العالم كله. العوالم التسعة كلها كانت عبارة عن نار بس، وبكده تكون كل الكائنات ماتوا هم وجيوش الانهينير وكل البشر في ميدجارد والجن والاقزام والعمالقه كل دول بيموتوا. نار سورتر هتعمل اباده للميثولوجيا النورديه كلها وما يتبقاش حاجه فيها غير الرماد، وبعد كده هتغرق الارض في البحر. ودي كده كانت نهايه الميثولوجيا النورديه، او مش النهايه قوي. اللي انا حكيتهولك ده كانت هي النهايه القديمه للميثولوجيا النورديه. بعد كده بيتم اضافه جزء جديد للنهايه دي، واللي ضاف الجزء ده هم الكهنه المسيحيين في النرويج او في اي مكان بيؤمن بالميثولوجيا دي عامه. اللي اتضاف هو البدايه الجديده اللي بعد راجناروك. الارض بتبدا تطلع تاني من تحت الميه ويرجع لونها اخضر تاني وتتملي نباتات، والطيور والحيوانات والاسماك بيظهروا تاني. ومش كده وبس، فيلي وفيدار واللي هم يبقوا اولاد اودن بيظهروا تاني عشان هم الوحيدين بس اللي كانوا نجوا من اللي حصل ده. وبينضم لهم كمان مودي وماجني واللي يبقوا اولاد ثور واللي بيورثوا مطرقة ابوهم ميولنير. وبيجي لهم من هيلهايم بالدر وهور اخواتهم. بالدر بيكون هو الحاكم الجديد للارض في الميثولوجيا النورديه. وبيظهر كمان اولاد فيلي وفي اخوات اودن اللي تقريبا ما ظهروش خالص من ساعه ما قلت اسمائهم في الجزء الاول. وده كان هو الجيل الجديد من الكائنات في الميثولوجيا النورديه، وبيكون عندهم امنيه واحده بس وهي انهم ما يقعوش في اخطاء الجيل اللي فات. فاكرين الاتنين من البشر اللي كنت قايل لكم عليهم اللي كانوا بيحاولوا يستخبوا جوه اليجدراسيل؟ دول كمان بيطلعوا بيكون اسمائهم ليف وليف ثراسير، ودول هيكونوا الاب والام لكل البشر اللي هيجوا من بعدهم. كلهم بيتفاجئوا ان الشمس بتظهر من جديد. طلعت ان الشمس قبل ما سكول ياكلها كانت خلفت بنت لا تقل جمال عنها، وبكده يكون عالم الميثولوجيا بدأ من جديد. وزي ما قلت لك كان نفسهم ما يبقوش زي الجيل اللي فات، بس بيلاقوا كنوز كتير جدا وبسببها هيقعوا في نفس اخطاء الجيل اللي فات. النهاية، لو وصلت لحد الجزء ده فأشكرك طبعا انك اتفرجت على 3 اجزاء كاملين، وما تنساش تعمل لايك وتعمل شير وسبسكرايب، تقترح عليا الفيديوهات اللي عايز تشوفها، وبس اعمل لي فولو على كل منصات السوشيال ميديا بتاعتي تحت في الديسكريبشن، هصورك دلوقتي على الشاشة تحتية هنا كده هنا وهنا. وما تنساش تعمل شير مع صحابك. سلام.